شفتوا يا جماعة آخر الاختراعات؟ رز سريع التحضير. يعني أي حد عايز يعمل رز بسرعة بسرعة، تك تك نزلت لكم الرز اللي بيتعمل في 5 دقايق. أنا مش عارفة بصراحة، بس متحمسة أعرف هيطلع طعمه حلو فعلا ولا خدعة. أنا جربت لكم قبل كده منه الفول ولقيت الرز فجبت منه 3 أطعمة. هنجربهم سوا ونشوف. جبت معانا أول حاجة بنكهة الباربيكيو، وتاني واحد بنكهة الفراخ والأعشاب، وتالت واحد الكاري مسالة، ده على هندي شوية. تعالوا نشوف مكتوب عليهم ايه. هو مكتوب رز سريع التحضير، بيجهز خلال 5 دقايق. مكتوب ورا ان هو ممكن نسويه في الميكرويف او عن طريق المية المغلية. بنفتح الغطا وبعدين بنحط التوابل وبنضيف الماء المغلي وبنقلب وبعدين بنقفله 5 دقايق وبعدين نفتحه وناكل. ده لو هنعمله بالمية المغلية، لكن في الميكرويف هيقعد 4 دقايق بس من غير الغطا اللي فوق. فانا بفكر اعمله في الميكرويف اسرع. هفتح، استنوا افتح لكم الاول الحاجه الباربيكيو. ده بالباربيكيو. بصوا يا جماعه شكله عامل ازاي. بيجي معاه ده كيس التوابل ومعاه المعلقه دي، وده الرز من جوه. رز ابيض شكله زي ما يكون محمص مجفف، مش عارفه هو واضح عندكم ولا لا. رز عادي. ده الباربيكيو. تعالوا نفتح التاني. ده بالفراخ والاعشاب، نفس القصه برضو، التوابل بالمعلقه، وده الرز. تعالوا نشوف بالكاري مثلا، برضو التوابل والمعلقه، وبرضو الرز نفس الشكل. فاللي هيختلف المفروض التوابل اللي موجوده معاه. استنوا افتحها معاكم واحطها وبعدين احطهم في الميكرويف ونشوف هيحصل. انا فتحت الاكياس التوابل. ده الباربيكيو، ريحته باربيكيو عاليه قوي. حطيت التوابل هنا جوه زي ما هما كاتبين، و هنا الفراخ والاعشاب برضو التوابل بتاعتها لونها اصفر كده شويه، عامله زي ما تكون مرقه دجاج كده. برضو حطيت التوابل، وهنا الكاري مسله مدي على اورنج كده هادي، وريحتها مديها على توابل الاندومي. مش عارفه في الاخر هيطلع طعمها ايه. هما كاتبين ان احنا نقلب. استعين بمعلقه خارجيه كده اقلب، و هضيف الميه لحد العلامه كده. انا قلبتهم كلهم والعلامه موجوده هنا العلامه هنا في الحته دي كده. هروح احط الميه واحطه في الميكرويف وارجع لكم. سخنتهم في الميكرويف ورجعت لكم، وهبتدي باول حاجه باكتر حاجه مش متحمسه لها، الباربيكيو. المفروض العلبه دي 90 جرام يا جماعه. بصوا بعد ما استوى نفش كده وبقى شكله رز، بس الحقيقه هو شكله رز معجن شويه، معجن قوي، زي ما يكون رز اتنقع وبعد كده استوى. بس هنشوف طعمه. عايزه اقول لكم ريحه الشقه اتملت توابل. بسم الله. بصوا، هو طعم الباربيكيو مش قد كده، مش طعمه رز خالص. عارفين لما تجيبوا عيش وتبلوه، طعمه عيش مبلول محطوط عليه شويه باربيكيو، ده بالظبط الطعم اللي طالع لي. الحقيقه مش عاجبني خالص. ده الباربيكيو.
تعالوا نشوف بقى اللي بالفراخ والاعشاب. بصوا بقى لونه اصفر كده، فكرني بالفراخ بالكاري. بصوا هو برضو كله معجن. يلا ما نشوف. بسم الله. ده معقول شويه عن ده. طعمه فيه من طعم الاندومي شويه، و اكتر حاجه مضايقاني فيه ان هو زي ما بقول لكم عامل زي العيش المبلول كده شويه، بس هو ستيل ده احسن من ده شويه. بس هل هجيبه تاني؟ لا برضو مش هجيبه تاني. تعالوا نشوف اخر حاجه فيهم، نكهه الكاري مسله، وده ريحته حلوه. بسم الله. ده حاسه فيه بطعم جنزبيل وشطه بس، يعني ده اللي انا حاساه في طعم ده، الجنزبيل والشطه. هل حاسه بطعم حاجه تانية؟ الحقيقه لا. هل عجبني؟ الحقيقه لا خالص، ما عجبنيش خالص. اللي بالباربيكيو واللي بالدجاج مسله ده ما تجيبوهمش يا جماعه، مش حلوين، ما تجربوهمش. اللي الفراخ بالاعشاب ده احسنهم، بس برضو ما تجيبوهوش، يعني هو برضو مش حلو الصراحه. يعني طعم التعجينه اللي فيه دي لا وحشه. لا، اللي بيحب طعم الاندومي ممكن يحس ان هو قريب منه شويه، ان هو فعلا توابل الاندومي، بس التعجينه دي مش لطيفه خالص الحقيقه. طب وجه عام، يعني هي الواحده فيهم كانت بحاجه وعشرين جنيه. هل تستاهل ان انا اجيبها وهتوفر لي بقى وقت وكده؟ لا، ما تستاهلش خالص خالص. انا اطبخ الرز على النار عادي احسن من دول بكتير. بس كده، دي تجربتي مع تك تك، اللي فشلت الحمد لله مع الفول، وفشلت الحمد لله مع الرز. لو لقيت حاجه تانية هجربها معاكم انا وراهم للاخر. باي باي.